بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نسوي مع بعض توست بالدجاج بطريقة جدا سهلة، ممكن تعتمدوها لرمضان المبارك ومبارك عليكم الشهر. مقدما، أولا نجهز الدجاج. عندي هنا في القدر وفي مقلاة ننزل زيت، وبنزل بصل مقطعة إلى قطع صغيرة، مكعبات صغيرة. أحمر البصل قليلا حتى أنتظر حتى يذبل البصل ويصير شفاف قليلا، يعني ما يتحمر كثير، شوية بس يتحمر البصل. بنزل الدجاج. أنا استخدمت صدور دجاج مقطعة إلى مكعبات صغيرة، ممكن تستخدمون الفخذ، الصدر، شيء اللي يعجبكم. أقلبهم حتى يتغير لون الدجاج ويصير لون أبيض. بعدين بنزل بهارات، استخدم كمون وكزبرة وبابريكا وبودرة الثوم. أقلبهم كلهم تقريبا دقيقة إلى دقيقتين، وبعدين بنزل أنا مرقة دجاج، بودرة مرقة دجاج، وما أضيف الملح لأن بودرة مرقة دجاج يعني تحتوي على كمية كبيرة من الملح. قلبتهم مع بعض، وبعدين نزلت الطماطم معصورة، طبعا عصرت الطماطم ونزلتهم. أقلبهم وحط الحين معجون الطماطم، ونقلب باستمرار تقريبا من 4 إلى 5 دقائق حتى استواء الدجاج. وبعدين نجهز البشاميل. حطيت هنا مقلاة ثانية ونزلت بقطعة من الزبدة، وأيضا الحين بنزل الطحين. أحرك الطحين حتى تفوح ريحة طيبة. بعدين بنزل حليب بالتدريج، أنزل الحليب عشان ما يتكتل. هذه وصفة سهلة جدا وتنفع لفطور رمضان. نزلت الحين كريمة طبخ، أول نزلت حليب والحين كريمة الطبخ. أقلبهم، وأنا نسيت أحط قرفة عود قرفة وورق غار، طبعا هاي تعطي نكهة جدا لذيذة. والحين حطيت رشة من فلفل الأسود ورشة بسيطة من الهيل، ونطبخهم قليلا. وكذا خلصنا من البشاميل. نجي للمرحلة اللي بعدها. عندي هنا خبز توست، وجبت هنا بايركس، ونزلت شوية من البشاميل بالبداية، وطبعا نتخلص من ورق الغار وعود القرفة. أول شيء نزلت شوية من البشاميل، بعدين أرص توست، وفوق التوست نزلت الدجاج. أحط طبقة يعني معقولة، طبقة جيدة من دجاج، وبعدين أيضا مرة ثانية طبقة من بشاميل، وحطيت جبن موزاريلا. أنا حطيت موزاريلا، ممكن تحطون الجبن اللي تحبونه. أنا أحب موزاريلا فحطيت جبن موزاريلا. والحين مرة ثانية أغطي بطبقة من توست، مرة أخرى أغطي الدجاج. وآخر شيء بنزل مرة أخرى بشاميل، أغطي التوست بالبشاميل بشكل جيد. وبعدين مرة أخرى حطيت جبن موزاريلا، وأيضا بحط قطعة من زيتون، ودخلت الفرن حتى تتحمر. وهكذا خرجت البايركس من الفرن. وتعالوا نقطع ونراويكم كيف اللذاذة والجمال. مثل ما شفتوا الطريقة جدا سهلة، والمكونات بسيطة ومتوفرة في كل بيت، وأتمنى أنكم حبيتوا الوصفة. ومرة أخرى مبارك عليكم شهر رمضان مقدما، أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية باليمن والخير والبركات، وكل عام وأنتم بألف خير.